السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 19 ذو القعدة 47 بعد 1400 هجري، الموافق 5 جوان 2026. يوم الجمعة اللي قلت خلي نمشي نعمل طلع في الجبل. أفضل شيء إنسان يكتسبه هو يستغل يعني صعود الجبل. هاك شوف بعيد شوية، ندور نمشيله من هنا باش نقدر بعد نتلقاو هذيك الشهلة في الجبل. جل سماه في التوراة آلاء الله. آلاء الله هي منن الله على عباده ونعمه وما سخره لهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب، فصل التفكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. رواه الطبراني في معجمه والبيهقي في الشعاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أما بعد، فإن التفكر عبادة عظيمة من العبادات القلبية، وقد جاء في القرآن حث على هذه العبادة وترغيب فيها، وبيان أنها من صفات أولي النهى والألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل في مواطن من القرآن حث على التفكر. أولم يتفكروا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفكرون. في هذا المعنى جاء في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة فيها حث العباد على التفكر، لأن التفكر يثمر التذكر، والتذكر يثمر الصلاح والعمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد عظيم العناية بالتفكر في آيات الله الباهرة ومخلوقاته العظيمة البديعة الدالة على كمال خالقها وعظيم مبدعها، زاده ذلك إيمانا وزاد عبودية لله عز وجل وخضوعا وذلا له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث ابن عمر فيه حث على التفكر في آلاء الله. آلاء الله هي منن الله على عباده ونعمه وما سخره لهم في السماوات والأرض ويسره سبحانه وتعالى من صنوف النعم وأنواع المنن. فالتفكر في نعم الله وآلائه ومننه ومخلوقاته وآياته العظيمة من موجبات صلاح القلوب وزكائها. نعم. التفكر عبادة قلبية عظيمة النفع كبيرة الأثر، لها من العوائد والفوائد ما لا حد له. وفي القرآن آيات عديدة مشتملة على الحث على التفكر وبيان عظيم شأنه وجليل قدره وكبير عوائده وفوائده، وثناء على أهله وبيان لعلو مقامهم ورفعة شأنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويقول سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم. ويقول الله سبحانه: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول الله عز وجل في الثناء على أوليائه المقربين أولي الألباب مبينا عظيم مقامهم وعلو شأنهم وجمال تفكرهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا التفكر العظيم الذي دعا الله عز وجل عباده إليه وحثهم عليه ورغبهم فيه مفتاح كل خير وأساس كل فلاح وصلاح ومنبع كل فضيلة، وهو من عبوديات القلب العظيمة الجليلة، وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة ومن المعصية إلى الطاعة ومن المهانة إلى العزة، وينقله من الحقارات والدناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليها. ولهذا كان شأن السلف رحمهم الله تعالى مع هذه العبودية شأن عظيم، وكلماتهم في بيان مقام التفكر وعظيم شأنه وجليل قدره كثيرة ومتعددة. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر. نعم، عبد الرحمن
الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله يقول: ما السلام عليكم. هذا الدين وصلاحه إلا التفكر. وهذا فيه أن التفكر من موجبات صلاح العباد، موجبات صلاح العباد واستقامتهم على طاعة الله. فمما يعين على الاستقامة كثرة التفكر في آيات الله ومخلوقاته الباهرة الدالة على عظمته سبحانه. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله: الفكر أبو كل بر وأمه ومفتاح خلال الخير كله. وهذه أيضا كلمة عظيمة من الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله في بيان مكانة التفكر. قال: الفكر أبو كل بر وأمه، أبو كل فكر وأمه، ومفتاح خلال الخير كله. فالتفكر يفتح للعبد أبواب الخير، أبواب الصلاح والاستقامة على طاعة الله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال قتادة رحمه الله: من تفكر في نفسه عرف أنما لينت مفاصله للعبادة. أيضا هذا باب عظيم في التفكر، أن يتفكر الإنسان في نفسه وما أودع الله عز وجل فيه من الآيات الباهرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي الإنسان مليء بالآيات التي تدل على عظمة من خلقه وكمال من أبدعه سبحانه وتعالى. يقول قتادة رحمه الله: من تفكر في نفسه، يعني ما جعل الله عز وجل في هذه النفس من آيات، عرف أن ما لينت مفاصله للعبادة. ما لين الله عز وجل هذه المفاصل للمعاصي والسفه والظلم والضلال، لم يلينها لذلك، وإنما لينها سبحانه وتعالى للعبادة وللامتثال والطواعية لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سهل: سمعت الفضيل رحمه الله يقول: تفكروا واعلموا. نعم، تفكروا واعملوا، تفكروا واعملوا. نعم. صلى الله عليكم. وهذا فيه أن التفكر يثمر العمل، يعني التفكر يورث التذكر كما قال أهل العلم، والتذكر يعين على العمل. نعم. تفكروا واعملوا من قبل أن تندموا، ولا تغتروا بالدنيا فإن صحيحها سقيم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم. إلا أن الناس قد تابعوا بين الدراهم والدنانير، وليس لامرئ من شيء خير مما نوى وقدم. يعني تابعوا بين الدراهم والدنانير، يعني انهمكوا معها وانصرفوا إليها، وصارت شغلهم الشاغل وأكبر همهم ومبلغ علمهم. نعم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ نعم. العاصي لو أكرمه الله عز وجل وتفكر أعمل فكرة لتاب من عصيانه. وهذا فيه أن التفكر باب للتوبة والهداية والاستقامة على طاعة الله. مما يوعظ به العصاة تذكيرهم بالآلاء والنعم، ليتفكروا في آيات الله العظيمة، آياته الباهرة. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادات. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، لأنهم أدركوا مقام التفكر وعلو شأنه ورفعة منزلته وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحا. فمن تفكر في عظمة الله وأنه عز وجل مطلع على العباد لا تخفى عليه منهم خافية، سميع بصير عليم قدير، فإن هذا التفكر يمنعه من الوقوع في معصية الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن تفكر في الآخرة وأنها ارتحلت مقبلة وأنها هي الحيوان، وتفكر في نعيمها وما أعده الله عز وجل لأوليائه من عظيم المآب وجميل الثواب، فإن ذلك يحفزه ويدفعه لحسن التهيؤ وتمام الاستعداد ليوم المعاد. ومن تفكر في هوان الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرمها، فإنه لن يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه.
ومن تفكر في الذنوب وعظم خطورتها وسوء عواقبها على أهلها في الدنيا والآخرة فإنه يحاذر من الوقوع فيها ويتجنبها. ومن يتفكر في العبادات وأنه إنما خلق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقها فإنه يجاهد نفسه على القيام بها على أتم وجه وأحسن حال. ومن يتفكر في هذه المخلوقات وما فيها من جمال وآيات باهرات وحجات وبراهين واضحات أدخلت إلى قلبه العبرة والعظة. نعم. ومن تفكر في نفسه ما تقدم في كلام قتادة، من تفكر في نفسه عرف أن ما لينت مفاصله للعبادة، تفكر في نفسه وأعضائه ومفاصله وحواسه وآيات الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، علم أنه إنما لينت هذه المفاصل وأوجد هذا الإنسان للعبادة، عبادة الله. نعم. والتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه عبودية عظيمة تجعل القلب يقبل على الله خضوعا وذلا وإيمانا بكمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه. فها هم أولو الألباب وقد مر معنا ثناء الله عليهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويثمر هذا التفكر تلك الدعوات العظيمات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن لم يشغل قلبه بالأفكار النافعات والتفكير الذي يعود عليه بالخيرات في دنياه وأخراه انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفكر مذموم في أمور منحطة وأعمال خسيسة حقيرة. ولهذا يشبه بعض أهل العلم النفس البشرية بأن مثلها كمثل الرحى التي هي دائمة الدوران تطحن كل ما ألقي فيها. فمن وضع في هذه الرحى قمحا وشعيرا وجد طحينا ينتفع به، ومن وضع في تلك الرحى قذرا أو حجرا أو حصا أو رملا أو زجاجا فلن يحصل منه طحينا ينتفع به. وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ينبع عن تلك الأفكار إرادات وعزوم. فمن كانت أفكاره وتفكره فيما ينفعه في معاشه ومعاده فإنه سيمضي في هذه الحياة على خير حال. ومن كانت أفكاره في أمور حقيرة وأعمال دنيئة ويخطط في أفكاره كيف يعصي وكيف يرتكب الآثام وكيف يقع في الذنوب، وهكذا دواليك في أفكار عديدة خسيسة حقيرة، كيف ستكون حال من كان هذا تفكره؟ رأى عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد رفقائه مفكرا فقال له: أين بلغت؟ قال: بلغت الصراط. نعم. أين بلغت؟ يعني الحين لما تقول صاحبك وين مسرح يا فلان، وين وصلت، ما أنت معنا، فرآه مفكرا ذاهب الذهن، قال: وين وصلت؟ أين أنت؟ قال: الصراط. كان فكره في ماذا؟ في الآخرة، فكره في الآخرة. نعم. فشتان بين من يرتحل بأفكاره إلى التفكر فيما ينفعه في معاده ومعاشه، يتفكر في وقوفه بين يدي الله، ينظر في غده وحساب الله تبارك وتعالى له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شتان بين من أفكاره تصل به إلى الصراط خوفا وإشفاقا، وبين من أفكاره تسبح في أوحال الذنوب وحقارات المعاصي سكونا وإغراقا. نعم، ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارنا وأن نصحح مسارنا وأن نجاهد أنفسنا على الواردات النافعة والأفكار القويمة التي تعود علينا بالنفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر إلا وأوشكت أن تيبس. نعم. إن لم يفعل هذا تيبس شجرة إيمانا، تيبس شجرة إيمانا. فنماء هذه الشجرة بهذه تعاهدها بالعلم والعمل والتفكر والتذكر. نعم.
وما أعظم الخسران وأشد الحرمان لمن أسلم بيت أفكاره إلى الشيطان يصب فيه وساوسه ويملي له الشر إملاء ويؤزه إلى المعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا، فهو مستسلم للشيطان ومنقاد لوساوسه وأفكاره توصف بأنها أفكار شيطانية. ألا ما أسوأ هذه الحال وما أقبحها وما أشنعها. إن التفكر كما أمر الله عز وجل به ودعا إليه عبودية عظيمة الشأن جليلة القدر. وحتى يحقق العبد هذا المقام يحتاج إلى أمرين: أولا إلى استعانة بالله جل وعلا، وثانيا إلى مجاهدة للنفس بإبعادها عن كل باب ومنفذ يجلب إلى قلبه أفكارا رديئة وتصورات سيئة، ويحرص على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. يعني ديما نمشي كي معناتها نقعد يعني نعمل دورة خفيفة في الجبل، سرع ثقتي، نفكر في ملكوت رب سبحانه عز وجل. بعد الإنسان يلقى راحته في الصلاة. والله حقيقة هذه يعني رياضة يعني العقل، رياضة القلب، رياضة البدن، جامعة ماشي في جبل في الصداع هذايا. وإنسان يعني بعد يروح يدوش، يعمل دوش تسل، خاصة يوم الجمعة يعني يوم عظيم، جمعة فيه يعني مزايا عظيمة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف، تدبر. وما تعلمون أن قصة سورة الكهف يعني فيها فتنة الدين، فتنة يعني الاختيار يعني بالمال، يعني تاع الجنتين اختار نقولوا احنا الحديقة تاعو. وبعد رب سبحانه انتقل بنا إلى الدنيا هذه، يعني ما شبهها يعني بزرع اختلط الأرض. ثم فتنة العلم، رحلة موسى عليه السلام، عبد الخضر يمشي يتعلم منه علم ما عندوش موسى عليه السلام، ما عندوش منه. وكذلك يعني فتنة القيادة، فتنة يعني كيفاش يكون يعني الحاكم، يكون يعني فتنة يعني في هذا القرنين. فقاعد يتأمل. السلام عليكم. كان معكم أخوكم مراد من قناة يوميات مراد بوشدة. السلام عليكم.